السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هتكلم في موضوع مهم بيخص قناة الشيف محمود عطية. القناة بتاعت الشيف محمود عطية اتسرقت، ومدام حنان عملت فيديو على قناتها بتبلغ الكل ان القناة اتسرقت، واللي بيتحكم في القناة واللي بيشغلها دلوقتي حاليا هو الهاكر. وهو ما اكتفاش ان هو سرق القناة بتاعت الشيف محمود عطية، لا كمان بيستغل القناة ان هو بينزل عليها روابط عشان يسرق قنوات تانية. يعني في فيديو منزله باسم رول جلاش محشي. الفيديو ده منزل في صندوق الوصف بتاعه روابط، اللي بيدوس على الرابط ده القناة بتاعته بتتهكر. فهي قالت تحذير لكل القنوات: ممنوع حد يخش على قناة الشيف محمود عطية، وممنوع أي حد يدوس على أي لينك موجود على القناة، لأن اللي بيدوس على اللينكات ده القناة بتاعته بتتهكر. وهي قالت التحذير ده ونزلته، وقالت الكل يبلغ بعضه بالموضوع ده لأنه خطر جدا على القنوات. وطبعا هي بتخلي مسؤوليتها ومسؤولية الشيف محمود عطية من أي سرقة بتحصل في القناة، لأن هم ملهمش دخل في الموضوع ده خالص. اللي بيتحكم في القناة زي ما قلت لكم الهاكر. فأنا قلت هبلغكم وحذركم النهاردة بالنسبة للموضوع ده. محدش يدخل على اللينك بتاع الفيديو ده ولا الروابط الموجودة تحت الفيديو.